الخبز بالزيتون والزعتر احلى حاجه تغمسوا بها المراقي والطواجن نتاعكم. اروح نوريكم كيفاش نخدمه. وفي الخبز والمعجنات نخدم بفارينة ماما الحمراء من نوع لاتيه 55. هذا النوع يساعد بزاف تاني في نجاح المخبوزات كيما البيتزا والبغيوش. نغربلها ونزيد الحليب بودغ، الخماره، السكر، الملح والزعتر اللي غادي يمد للخبز بنه وريحه شابين بزاف. نخلط النواشف ونجيب 100 غرام زيتون خضر بلا علفه ونطحنه، نزيدها على الميلونج تاعي ونخلطه مليح مع لي زانغريديون الاخرين. المقادير تلقاوهم تحت لا فيديو. وباش نزيد نفحفح الخبز تاعي ندير صبان تاع زيت زيتون من النوعيه المليحه، نشمخ بالماء دافي، ودائما الماء دافي باسكو سخون يقتل الخماره والبارد ما ينشطهاش. نخبط العجينه تاعي مده دقيقه ونص، وهذا مكان باش تتليسا وتتجانس، وعاملوها كيما عجينه السفنج ولا الخفاف. غطوها بالبلاستيك وخلوها تخمر في بلاصه دافيه مده 45 دقيقه. العجينه غادي تتريبلي الفوليوم نتاعها كيما راكم تشوفوا راهي تتلاصق. الوغ لازمني نرش الفارينه في لو بلون دو ترافاي وفي يديا باش نقدر نتعامل معها فاسيلمون. نقطع عجينتي ل 12 طرف باسكو هاد العجينه غادي تمد لنا 12 خبيزه. نحربش كل طرف ونشكل براسلي هكذا وبكل سهوله، والبلاصه اللي تلاقاو فيها النهايات دوك نوري لكم كيفاش تسوديوها، وبيان سور نبعد بيناتهم باش ما يتلاصقوليش، ومن بعد ندهنهم. هنايا غادي ندهنهم بيضه كامله ونسمها بشويه زيت زيتون تمد اون بريونس وبالنشابه للخبز. دهنتهم مليح ورشيت على كل حبه شويه زعتر، ونجيب زيتونه ونرشقها في بلاصه لا سودور باش الخبيزات ما يديفورماوش كي يكونوا يطيبوا. طيبتهم في كوشه حاميه بزاف مده 8 دقائق. بون هنايا كل واحد والكوشه نتاعه وكيما في يطيب فيها الخبز. انا المهم 8 دقائق كانوا كافيين باش يقلبوا لي الدار بريحه الزيتون والزعتر. واحد الدفا واحد الجو ما نحكي لكمش. بصح برك المشكله مع هذا الخبز هو اني نهار نديره ما ريزيستيش، ناكله وحده ومن بعد ما نقدر لا نفطر لا نتعشى. جربوه ودرك تفهموني. على بروشين.